السلام عليكم. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل مكرونه نجرسكو بالفراخ. وهقول لك ازاي هتطلع معاكي كريمي قوي 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 وجوسي وغرقانه بشاميل. وهقول لك ازاي تطلعيها بالدسامه دي. وغرقانه من على وشها جبنه موتزاريلا. يلا بينا نبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه عندي نص كيلو من صدور الدجاج. غسلتها كويس جدا بشويه ملح وليمون عشان ما يبقاش فيها اي زفاره. بعد كده نشفتها وقطعتها قطع طوليه زي ما بتقطعي الشاورما، قطع طوليه بالطول. ودلوقتي هتبلها. عندي هنا بصل بودر وبابريكا وملح وفلفل. زودي الفلفل شويه عشان الفراخ تطلع معاكي كويسه. وفي طاسه سخنه قوي 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 سخنتها قوي وحطيت معلقه كبيره من السمنه. هنزل بشرايح الدجاج. لازم تسخني الطاسه كويس قوي عشان الفراخ ما تنزلش ميتها، عشان عموما اللحوم لو نزلت ميتها هتنشف وتبقى مجلده وانت بتاكليها. فحاولي على قد ما تقدري تسخني الطاسه قوي قوي قوي. وبعد ما الفراخ خدت تشويحه ومسامها قفلت هنزل ببصلايه مقطعه شرايح. نقطعها شرايح وهقلب. اهم حاجه الطاسه تكون سخنه معايا قوي 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 عشان اي حاجه ما تنزلش ميتها، سواء فراخ او خضار. مش عايزين الحاجه دي تنزل ميتها خالص. بعد كده اول ما احس ان الطاسه سخنت رجعت تاني لدرجه حرارتها العاليه هنزل بشرايح من الفلفل الحامي، لان النجرسكو اصلا المفروض هي بتتعمل بالهوت صوص، المفروض بتبقى حاره جدا. بس لو عندك اطفال خلاص ما تحطيش خالص، مش مهم. بس اول ما درجه الحراره رجعت تاني عليت هنزل بشرايح مقطعه قطع فلفل الوان مقطعاها بالطول طوليه. واستنى تاني لغايه ما درجه الحراره ترجع تاني تعلى. المشروم يا جماعه ما بيتغسلش. انت بتجيبي منديل وتلمعيه وبعد كده بتقطعيه قطع تكون سميكه شويه، لان انت المشروم لو غسلتيه هيبقى عامل زي السفنجه، هيشرب كل السوائل اللي بتيجي عليه. فبعد كده هتلاقي طعمه كده متغير وانت بتاكليه، وهيشرب كميه ميه كتيره وهيسود منك. فاحسن حاجه ان انت ما تغسليهوش خالص. اهم حاجه ان احنا نحافظ على درجه الحراره عاليه عشان الخضار والفراخ ما تنزلش ميتها. اهو بصوا، ولا نقطه ميه نزلت ولا من الفراخ ولا من الخضار اهو. بعد ما درجه الحراره رجعت عاليه تاني هنزل بالمشروم. اقعد اشوح فيه شويه. فاحنا كنا بنعمل التدريج ده، ننزل بالحاجه حاجه مش مره واحده عشان خاطر الخضار ما ينزلش ميته خالص اهو، ولا نقطه ميه في الطاسه. خلوا بالكم ان الفراخ لو نزلت ميتها هتنشف وتبقى وحشه جدا. المشروم على قد ما تقدري تقطعيه قطع سميكه شويه علشان هو حجمه بيقل قوي اهو. كل حاجه اتشوحت معانا تمام كده اهو، ولا نقطه ميه ولا اي حاجه نزلت ميتها، ولا تلاقي الطاسه غرقانه ميه والدنيا عكه. لا لا، بس كده. هنطفي بقى على الخضار والحاجه دي. وهنا عندي ميه بتغلي، هزود معلقه كبيره من الملح. هنزل بالمكرونه، نص كيلو من المكرونه على هياخد لتر من اللبن. لو هتزودي المكرونه لازم تزودي اللبن. فهنزل بنص كيلو من المكرونه عشان النجرسكو يطلع معاكي جوسي وغرقان بشاميل. لازم كل نص كيلو مكرونه عليه لتر او كيلو من اللبن. ويا ريت تستخدمي لبن تكون دسمته عاليه، يعني اللبن اللي هو بيبقى سايب ده، مش اللي هو المبستر، لا اللبن اللي هو سايب، عشان هيفرق معاكي كتير قوي في الطعم. على ما المكرونه تتسلق على الناحيه التانيه هاخد حله هنزل فيها بمعلقه كبيره من الزبده ومعلقتين كبار من السمنه.
وهسيبهم لغايه ما الزبده تسيح. ب3 معالق كبار من الدقيق. هفضل اقلب فيه لغايه ما يصفر حاجه بسيطه، مش هسيبه لما يتحرق، لا يعني يصفر حاجه بسيطه معايا كده. اصفر حاجه بسيطه هنزل بلتر او كيلو من اللبن، وهزود كوبايه من كريمه الطبخ. هقلب عشان البشاميل ما يكلكعش معايا، هفضل اقلب لغايه ما يمسك. انا بسويها 80% بس، يعني مش بسويها كسوى كامل. فخلاص هي كده استوت، هطفي واصفيها. كده هنزل بطبقه من البشاميل في الصينيه اللي انا هعمل فيها، وهنزل بطبقه من المكرونه. نزلت بطبقه من المكرونه، هنزل بطبقه تانية من البشاميل، اهو. نزلت بطبقه من البشاميل، هنزل بقى بالحشوه بتاعتي، الفراخ مع المشروم. وزعت المشروم والفراخ كويس قوي على وش الصينيه عشان تبقى واخده كلها متساويه. هنزل تاني بطبقه من المكرونه، نزلت بطبقه من المكرونه، واخر حاجه هنزل باخر طبقه من البشاميل. بعدين نزلت عليها بكميه كبيره من الجبنه الموتزاريلا. هدخلها بقى الفرن سخن لغايه ما وشها يحمر، عشان وشها يحمر بسرعه جدا. بالظبط ربع ساعه في الفرن وطلعت. هسيبها تهدى بقى وبعدين هقطعها بسرعه. وقطعناها اهي، جميله ما شاء الله، اللهم بارك. غرقانه بشاميل جوسي وجميله تحفه، طعمها دسم جدا وجميله جدا، اللهم بارك.